تابعنا مع بعض النهارده 3 لقاءات في بطولة الدوري الممتاز. تابعنا لقاء بتروجيت وطنطا وانتهت المباراة بفوز بتروجيت 2-0 بهدفين لمصطفى شبيطة ولفيكتور اومو. كمان تابعنا لقاء الاتحاد السكندري واسوان 3-3. النهارده في غزارة تهديفية 10 اهداف في ال3 ماتشات. سجل اهداف الاتحاد السكندري خالد قمر وخالد الغندور ومحمد عادل، واهداف اسوان حماده السيد والسيد الشبراوي وجون اوتاكا. كمان طلائع الجيش والمقاولين العرب 1-1. قدر يتقدم احمد علي للمقاولين وبعدين اتعادل عاصم صلاح من ضربه جزاء في الدقيقه 95 لطلائع الجيش. بكره عندنا ان شاء الله ماتشين، عندنا ماتشين في الدوري وماتش في افريقيا. النصر التعدين والاسماعيلي الساعه 3 في استاد اسوان، والساعه 5 باذن الله هيكون لقاء الانتاج الحربي وادي دجله، ماتش حلو في ملعب الانتاج الحربي ملعب السلام. والساعه 2 لقاء افريقي ما بين سموحه واولينزي ستارز 2. احنا هنبدا الاستوديو الساعه 2 مع بدايه مباراه سموحه ان شاء الله، ونكمل بقى في الدوري يعني نغطي كل الماتشات. ويوم الاحد برضو ان شاء الله هيكون عندنا مباراه الزمالك مع فريق اينوجو رينجرز، وايضا مباراه النادي الاهلي مع بيتفيست بطل جنوب افريقيا. تحبوا تقولوا حاجه بعد نهايه اليوم النهارده؟ لا انا مبسوط من الماتشات. الماتشات حلوه رغم ان انت راجع من توقف، لكن الاداء في الماتشات رائع بالظبط. يعني بصراحه بتروجيت النهارده كويسين، لعبوا كوره كويس. طنطا كانوا كويسين في الاتحاد السكندري واسوان متعه بالظبط. الماتش المقاولين النهارده المقاولين كان كويس رائع بصراحه. اشكرك حاجتين. قول بسرعه يلا عشان نلحق. قول. الحاجه الاولى في درس لكل الفرق النهارده لاستغلال الفرص اللي تجيلك. صح. مهم جدا ان انت ما تتعاملش معاها برعونه وتتكلم مع لعيبتك من قبل المباريات. يعني من بكره مثلا تتفرج على مباراه الدوري، لازم استغلال الفرصه اللي تجيلك ده مهم جدا. في حاجات بيبقى فيها سوء توفيق ده اوكي، لكن اما يبقى فرص كتير وتروح بتتعاقب. النقطه الثانيه عشان الاهداف كتير ببارك للاستاذ مدحت. بشكرك كابتن سامي، بشكرك شكرا جزيلا، ونتقابل بكره ان شاء الله الساعه 2. اشكرك كابتن شادي، استمتعت معاكم جدا النهارده. بشكر زملائي كلهم طبعا في اذاعه الشباب والرياضه، الاستاذه هاله زكريا بشكرها شكرا جزيلا. كمان عمرو البدري وخالد عبد الباسط بشكرهم شكرا جزيلا. كمان في الاعداد احمد عبد العال وهشام حسن، مجهود كبير النهارده واستمتعت معاكم جدا. كمان بشكر مخرجتنا المميزه دينا فايد، وان شاء الله دايما كل طاقم العمل كده بالتوفيق. بشكر تامر هاني عبد المنعم ومحمد عبد الله من بروفيشنال ميديا، وتامر احمد المسؤول عن صفحتنا في الفيسبوك، صفحتنا استاد كوره اف ام. نلتقي على خير بكره ان شاء الله ولقاءات جديده مع الدوري المصري ومباراه سموحه واولينزي ستارز في الكونفدراليه الافريقيه. ببارك كمان لجماهير المصري النهارده الصعود المصري بدون ما يلعب امام فريق جوليبا المالي، ونلتقي على خير بكره باذن الله. هتعيش ويانا وتتمتع وكأنك في الماتشات، وهتسمع تحليل من الآخر وفي كل البطولات. عندنا على طول أخبار حصرية من جوه الكواليس، لقاءات من قلب الملعب ومن جوه الأوتوبيس. استاد كورة اف ام على 108، استاد كورة اف ام ما تجيبش محطة تانية. استاد كورة اف ام ده الكل بيجي في ثانية. استاد كورة اف ام مع كريم حسن شحاتة، كابتن سامي الشيشيني، كابتن شادي محمد. استاد كورة اف ام المنتج الفني بروفيشنال ميديا.